همسات تحملها رياح الصحراء الحارقة، وبوابة تفتح على المجهول وأهواله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا عشاق الحكايات الغريبة وقصص ما وراء الطبيعة. الليلة ندخل معا بوابة الهمس لنكتشف ما حدث للرقيب عمرو وزملائه في تلك الليلة المشؤومة بمعسكر الغراب. استعدوا لرحلة تقشعر لها الأبدان في هدوء الليل الساحر، وتحت سماء صافية تزينها نجوم لامعة. ألقي عليكم تحية المساء أيها الساهرون. قبل أن نبدأ، نستعيذ بالله من همزات الشياطين ومن كل شر خفي. فحديثنا اليوم سيلامس عوالم أخرى، عوالم الجن وما ورائهم. قصتنا اليوم تأخذنا إلى مصر، وتحديدا إلى بدايات الألفية الجديدة. بطلها شاب يدعى عمر، كان في ربيعه 28، الابن الأكبر لأسرة متوسطة الحال تقطن إحدى قرى دلتا النيل الخضراء. كان عمر قد التحق بالخدمة العسكرية الإلزامية، ووجد نفسه يرسل إلى معسكر الغراب، وهو قاعدة عسكرية مترامية الأطراف تقع في منطقة صحراوية نائية قرب وادي النطرون. يصف عمر المعسكر قائلا: كانت مساحته شاسعة تمتد لعدة كيلومترات، بميدان تدريب هائل و4 بوابات رئيسية تحيط به من كل جانب. بالنسبة لي ولكثير من المجندين الجدد القادمين من مناطق بعيدة، كان هذا المكان عالما مجهولا، لا نعرف عنه سوى التدريبات اليومية الشاقة والتعامل مع السلاح. كل مساء قبيل غروب الشمس كان النقيب فريد قائد السرية يجمع الجنود لتوزيع مهام الحراسة الليلية على البوابات. فلان وفلان على البوابة الشرقية، فلان وفلان على البوابة الشمالية. كانت الأوامر تتوالى، لكن عمر لاحظ أمرا غريبا. ما إن تذكر بوابة الهمس، وهي البوابة الغربية، حتى يحاول معظم الجنود القدامى التملص من المهمة مختلقين الأعذار. كان النقيب فريد يوبخ المتقاعسين أحيانا، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالأوامر العسكرية. في أحد الأيام نادى النقيب فريد: عمر وحسن ومحمود، مهمتكم الليلة حراسة بوابة الهمس. امتثل عمر وزملاؤه للأمر، لكن نظرات الجنود الآخرين المشوبة بالترقب والشفقة أثارت قلقهم. كانت الشائعات تتردد حول هذه البوابة تحديدا، همسات عن أحداث غريبة وظواهر مخيفة. توجه الثلاثة إلى البوابة الغربية الواقعة في منطقة معزولة بعيدا عن مباني المعسكر الرئيسية ومساكن الجنود. عند وصولهم وجدوا الحراس المناوبين يستعدون للمغادرة. كان بينهم رقيب كبير في السن يدعى حامد. نظر إلى عمر نظرة فاحصة وسأله بهدوء: هل أنت جديد هنا يا بني؟ أجاب عمر بالإيجاب. اقترب الرقيب حامد وهمس محذرا: اسمع نصيحتي جيدا، ولا تخبر أحدا أنني من أخبرتك، وإلا تعرضت للعقاب. أنت ستكون في برج المراقبة وزملاؤك بالأسفل. إن سمعت صوتا يناديك، صوت امرأة تستنجد، طفل يبكي، أو حتى صوت أمك أو أبيك، إياك أن تستجيب. وإن رأيت شيئا غريبا فلا تطلق النار ولا ترمي حجرا. هذه نصيحتي، فاحذر، إنهم ليسوا بشرا، إنهم من العالم الآخر. الله يعينكم ويجعلها ليلة سلام. صدم عمر من كلام الرقيب حامد، لكنه لم يستطع تجاهل نبرة الجدية في صوته. أمي؟ ما الذي قد يأتي بها إلى هذا المكان المقفر؟ تساءل في نفسه، لكنه وعد الرقيب بكتمان الأمر. نقل عمر التحذير لزميليه حسن ومحمود، فقابلا الأمر بضحكات ساخرة. جن في معسكر للجيش؟ معنا أسلحة وذخيرة ونخاف من أصواته؟ اذكر الله يا عمر، واصعد إلى برجك. صعد عمر إلى برج المراقبة المطل على البوابة. كان البرج مزودا بكشاف ضخم ينير المنطقة المحيطة، لكن ما وراء دائرة الضوء لم يكن سوى صحراء شاسعة خالية إلا من الرمال والصمت. مرت الساعات الأولى ببطء وهدوء. كان عمر يراقب زميليه بالأسفل يتبادلان أطراف الحديث، بينما هو يتفحص الأفق المظلم. عندما انتصف الليل حوالي الساعة 12:30، سمع عمر صوت محرك سيارة يقترب. شغل الكشاف فورا وبدأ يمسح المنطقة المحيطة. الصوت كان واضحا وقريبا، لكن لا أثر لأي سيارة. لعلني أتوهم، قال لنفسه وأطفأ الكشاف.
بعد دقائق قليلة سمع صوت بكاء امرأة ونحيبها يتردد في السكون المخيف. بدا الصوت حقيقيا ومؤثرا. وقف عمر يبحث عن مصدر الصوت، ثم تحول البكاء إلى ما يشبه شجارا حادا بين المرأة وشخص آخر. نظر إلى زميليه بالأسفل، كانا لا يزالان يتحدثان، ولم يبدو عليهما أنهما سمعا شيئا. شعر عمر بقشعريرة تسري في جسده وهو يتذكر تحذير الرقيب حامد. فجأة لمح عمر عن بعد ما يشبه كرة من نار تتراقص في الهواء، ترتفع وتهبط وتقترب ببطء نحو البوابة. راقبها عمر بعينين متسعتين، ثم وجه الكشاف نحوها بسرعة. في اللحظة التي أصابها الضوء اختفت الكرة النارية تماما. بدأ عمر يتمتم بآيات من القرآن وهو يمسح المنطقة بالكشاف يمينا ويسارا، وقلبه يخفق بقوة. بعد لحظات رأى رجلا يسير باتجاه البوابة. وجه الكشاف نحوه. لم تكن ملامحه واضحة تماما، لكنه بدا في منتصف العمر. اقترب الرجل من زميليه حسن ومحمود وبدأ يتحدث معهما. نبه مع عمر لوجوده، وبينما كان يراقب الموقف والكشاف مسلط عليهم، لاحظ عمر أمرا أرعبه. كان يرى ظلال زميليه واضحة على الأرض بفعل ضوء الكشاف، لكن الرجل الغريب لم يكن له أي ظل. تجمد عمر في مكانه يشاهد المشهد غير مصدق. استمر حديث الرجل مع زميليه لنحو ربع ساعة، ثم انصرف مبتعدا في الظلام. نزل عمر بسرعة إلى زميليه وسألهما بقلق: من هذا الرجل؟ وماذا أراد؟ أجاب حسن: قال إنه يبحث عن ابنه الضائع، وسأل إن كنا رأيناه. لكن الغريب يا عمر أنه كان يعرف أسماءنا جميعا، حتى اسمك أنت. شعر عمر بالرعب يتملكه، لكنه لم يشأ إخافتهما بذكر حكاية الظل المفقود. عاد عمر إلى برجه والخوف يعتصر قلبه. عند حوالي 1:01 فجرا سمع صوت بكاء طفل قادم من الظلام. شغل الكشاف مجددا، بحث لكن لا شيء. بعد دقائق سمع زميله محمود بالأسفل يقول: نعم، أين أنت؟ وجه عمر الكشاف نحو محمود وسأله: مع من تتحدث يا محمود؟ أجاب محمود بصوت مرتبك: أسمع صوت أمي تناديني بوضوح. صرخ عمر محذرا: أمك في هذا الوقت وهذا المكان؟ لا ترد عليها يا محمود، تذكر التحذير. مرت الساعات المتبقية ثقيلة ومفعمة بالتوتر، حتى بزغ الفجر وأتى الحراس البدلاء ليحلوا محلهم. شعر عمر وزملاؤه بارتياح كبير، وتوجهوا مباشرة إلى عنابر النوم المنهكين. كانت الأسرة في العنبر عبارة عن طبقتين. نام عمر في السرير السفلي، وزميله محمود في السرير العلوي. غطوا في نوم عميق من شدة الإرهاق. عند حوالي 11:00 صباحا استيقظ عمر على صوت صراخ محمود المروع وهو يسقط من السرير العلوي على الأرض بقوة. قفز عمر من سريره ورأى محمود يتلوى على الأرض كأنه يصارع شخصا غير مرئي، يضرب بيديه ويركل بقدميه. هرع عمر وزميله حسن لمساعدة محمود، محاولين تهدئته وإيقاظه، ظنا منهم أنه كابوس. لكن عندما حاول حسن فتح عيني محمود وجداهما قد ابيضتا بالكامل بطريقة مخيفة. بدأ محمود يتشنج وينزف الدم من أنفه. حملاه بسرعة إلى عيادة المعسكر. شخص الطبيب حالته بأنها صدمة عصبية حادة ناتجة عن رؤية شيء مرعب. بقي محمود نائما حتى 5 عصرا. عندما استيقظ كان مرتبكا ويتساءل أين هو وماذا حدث. أخبره عمر بما جرى وسأله عما رآه. قال محمود إنه حلم بأمه تناديه، وعندما اقترب منها تحولت فجأة إلى عجوز شمطاء قبيحة المنظر، أمسكت به واحتضنته بقوة خانقة فبدأ يصرخ. أدرك عمر في تلك اللحظة أن محمود قد استجاب للنداء، وأن ما حذر منه الرقيب حامد قد وقع. عادوا إلى العنبر في المساء. حوالي 9:00 خلد الجميع للنوم مبكرا استعدادا لتدريبات اليوم التالي. وفي عمق الليل حوالي 1:30 فجرا دوت صرخة مروعة أيقظت العنبر بأكمله. أضاء أحدهم الأنوار ليصدم الجميع بمشهد لا يصدق. كان محمود عاريا تماما، يركض في العنبر بسرعة جنونية كالممسوس،
يصطدم بالجدران والأسرة. اتجه نحو الباب وركض خارجا نحو الظلام. هرع عمر وعشرات الجنود الآخرين خلفه محاولين اللحاق به والإمساك به، لكن سرعته كانت خارقة وغير طبيعية. هذا ليس إنسانا، إنه جني، صاح أحدهم. اتجه محمود بسرعة نحو بوابة الهمس واختفى في الظلام. بعد لحظات جاء بلاغ من حراس البوابة بأن رجلا عاريا اقتحم البوابة وهرب إلى الصحراء. أصدر النقيب فريد أوامره بتشكيل فرقة بحث فورا، خوفا على حياة محمود في تلك البرية القاحلة. بدأ البحث من الساعة 2 فجرا واستمر حتى 10 صباحا من اليوم التالي، حين عثروا على محمود على بعد حوالي 12 كيلومترا داخل الصحراء. كان ملقى على الأرض فاقدا للوعي، والدماء تنزف من قدميه الممزقتين، وحالته بين الحياة والموت. لاحظ فريق البحث آثار حوافر غريبة تشبه حوافر حمار تحيط بالمكان الذي وجد فيه محمود. تم نقله فورا إلى العيادة، وقدم له الأطباء الإسعافات اللازمة والعلاج حتى تجاوز مرحلة الخطر. بقي عمر وحسن بجانبه طوال الوقت. عندما استعاد محمود بعض وعيه سأله عما حدث. قال إنه لا يتذكر سوى الحلم بالعجوز الشمطاء التي كانت تخنقه، ثم شعور بأنها تسحبه أو تطير به بعيدا، ثم لا شيء. في اليوم الثالث بعد عودة محمود للعنبر وحرصا على سلامته، أغلق الجنود باب العنبر بإحكام. لكن في نفس التوقيت المشؤوم حوالي 1:30 فجرا بدأ سرير محمود يهتز بعنف وكأن زلزالا ضربه. قفز عمر من سريره مذعورا. أضاء الجنود الأنوار ليجدوا محمود يطبق بيديه على عنقه بقوة محاولا خنق نفسه، والزغبد الأبيض يخرج من فمه. هجم عليه عمر وبعض الجنود محاولين بصعوبة بالغة فك يديه عن عنقه. بالكاد نجحوا في إبعاد يديه، لكن الأوان كان قد فات. لفظ محمود أنفاسه الأخيرة أمام أعينهم المذهولة. وصل طبيب المعسكر وحاول إنقاذه دون جدوى. تم نقل جثمانه إلى المستشفى الرئيسي في القاهرة. بعد ساعات وصل التقرير الرسمي: سبب الوفاة هو الاختناق. فتح النقيب فريد تحقيقا شاملا مع كل من كان في العنبر. بعد أسبوع أغلق التحقيق بناء على تطابق شهادات الجميع بأن محمود هو من خنق نفسه. انتهت مأساة محمود، لكنها كانت بداية كابوس عمر. بعد حوالي 3 أسابيع من وفاة محمود بدأ عمر يرى كوابيس متكررة. يرى محمود يركض هاربا، والعجوز الشمطاء تطارده بوجهها البشع. كان يستيقظ فزعا يصرخ ويبكي. ساءت حالته النفسية يوما بعد يوم، حتى لاحظ زملاؤه الأمر وأبلغوا النقيب فريد. استدعوا النقيب عمر، وبعد أن استمع لقصته قرر منحه إجازة استثنائية لمدة 3 أشهر، ناصحا إياه بالعودة إلى أهله ومراجعة المستشفى العسكري في القاهرة. غادر عمر المعسكر متوجها إلى قريته في الدلتا. وصل بالقرب منها حوالي 10 ليلا. كان عليه أن يسير مسافة 1.5 كيلومتر تقريبا عبر الحقول الزراعية للوصول إلى منزله، حيث لا تصل السيارات إلى هناك. بدأ يسير وحيدا في الظلام، فشعر فجأة بصوت خطوات تسير خلفه وتسرع. دب الرعب في قلبه، فبدأ يسرع هو الآخر دون أن يلتفت. فجأة رأى أمامه هيئة امرأة تشبه أمه تماما تقف في طريقه. توقف عمر مذهولا وناداها: أمي، ماذا تفعلين هنا؟ لكنها اكتفت بالنظر إليه بصمت، ثم تلاشت في الهواء فجأة كأنها لم تكن. أطلق عمر ساقيه للريح، يركض بأقصى سرعة في الظلام. يسمع صوتا يناديه من الخلف: يا عمر، يا عمر. لم يعد يعرف إلى أين يتجه، حتى تعثر وسقط أرضا من شدة الإرهاق والخوف. انقطع الصوت. بعد لحظات سمع صوت مضخة مياه قديمة تستخدم لري الحقول. توجه نحو الصوت بصعوبة، فوجد أبو صالح حارس المضخ، وهو رجل من قريته. روى له عمر ما حدث وهو يلهث. طمأنه أبو صالح وناوله بعض الماء ونصحنه بالاستعاذة بالله. أعطاه مصباحا يدويا ليضيء طريقه. استأنف عمر مسيرته، ولم يكد يبتعد قليلا حتى شعر بحركة خلفه. التفت ليرى كلبا أسود ضخما يجري نحوه.
عاود الركض مذعورا والكلب يطارده. لم يجرؤ على التوقف، لكنه لمح أضواء القرية تلوح في الأفق. عندما اقترب من مدخل القرية التفت خلفه، فلم يجد للكلب أي أثر، كأنه تبخر. عند مدخل القرية بالقرب من سياج كثيف من نباتات الحليفة لمح عمر حركة داخل السياج، وجه ضوء المصباح نحوها فتجمد الدم في عروقه. كانت هي العجوز الشمطاء من كوابيسه ومن وصف محمود، تقف هناك وتنظر إليه بابتسامة مرعبة ومشوهة. صرخ عمر بأعلى صوته. سمعه شيخ كبير يدعى إبراهيم يسكن في بيت قريب، فخرج مسرعا. تعرف الشيخ إبراهيم على عمر وأخذه إلى بيته مهدئا إياه. قص عمر عليه كل ما مر به. استمع الشيخ إبراهيم بقلق ثم قال: يا بني، هذه عائشة قنديشة، أو من يشبهها من الجن، نوع يتلبس الإنسان إن استجاب لندائها. تذكر صاحبك محمود، إن سمعت نداءها مرة أخرى فلا تلتفت ولا ترد إلا بعد النداء الثالث. بقي عمر عند الشيخ إبراهيم حتى منتصف الليل، ثم استجمع شجاعته وقرر العودة إلى منزل أهله. عند وصوله إلى حوش البيت بالقرب من زريبة المواشي رآها مرة أخرى، واقفة في الظلام تنظر إليه وتبتسم ابتسامتها البشعة. أصابه رعب شديد، فبدأ يضرب باب المنزل بقوة وهو يصرخ، عيناه مثبتتان عليها. فتح والده الباب، فارتمى عمر في حضنه منهارا. نظر الأب حوله بالكشاف، لكنه لم يرى شيئا. غطى عمر في نوم عميق فور دخوله المنزل من فرط الإعياء والخوف. في اليوم التالي قص عمر على والديه كل ما حدث. أخذه والده إلى الشيخ إبراهيم الذي بدأ برقيته وتلاوة القرآن عليه، كما أخذوه إلى المستشفى العسكري في القاهرة للفحص والعلاج. كانت رحلة علاجه طويلة وشاقة، يحاول فيها التغلب على آثار تلك الليلة المشؤومة في بوابة الهمس وما تلاها من أهوال. وهكذا تنتهي حكاية الرقيب عمر، تاركة وراءها ظلالا من الرعب ودروسا قاسية. فالعبرة واضحة كشمس الصحراء في كبد السماء. لا تتجاهل تحذيرات من سبقوك بخبرتهم، ولا تستجب لنداء المجهول مهما بدا بريئا أو مألوفا. فبعض الأبواب من الأفضل أن تبقى مغلقة بإحكام، وبعض الأصوات من الأسلم أن لا نجيب عليها أبدا. عالمنا مليء بالأسرار، وبعضها من الأفضل ألا نكشفه. إذا أثارت القصة فضولكم أو قشعريرتكم، وترغبون في المزيد من هذه التجارب والحكايات المرعبة والواقعية، فلا تنسوا الاشتراك في القناة والصفحة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد أولا بأول. شاركونا آراءكم وتجاربكم إن وجدت في التعليقات. دمتم في أمان الله، بعيدين عن كل همس مريب.